32 شخص منهم 27 مصري، شباب وأطفال، لقوا حتفهم على شواطئ اليونان. الهجرة غير الشرعية يا ناس بتاخد أرواح عيالنا. ليه بتسيبوا عيالكوا يروحوا؟ حاجة غير مفهومة، حاجة غير طبيعية. يا جماعة انتوا بتعملوا كده ليه؟ يا جماعة ازاي تسمحوا لنفسكوا تخلوا عيالكوا تروح حاجة زي كده؟ ما هم هيجيبوا الفلوس منين؟ هم هيطلعوا ازاي؟ ما هو لو هم ما عندهمش فلوس مش هيقدروا يدفعوا عشان يطلعوا رحلة زي ديت. انتوا اكيد ساهمتوا في دوت. ازاي في اب او ام ممكن يسمح لابنه ان يطلع حاجة زي كده؟ يا جماعة فوقوا. يا جماعة في سكك كتير للشغل في أي دولة تانية. في دول كتير بيبقى عندها أشغال مختلفة. هما مش هيروحوا هناك هيعملوا الحاجة اللي ما حصلتش. أوروبا وأمريكا والدول بتاعت المهجر عندها مشاكل اقتصادية أصلا ضخمة دلوقتي، غير إن في تدقيق رهيب على الهجرة غير الشرعية، في قفل كل حاجة. انتوا بتعملوا كده ليه؟ ايه الفايدة؟ ولا حاجة. يا جماعة دي أرواح ناس، يا جماعة دول شباب زي الورد، يا جماعة دول أطفال. ازاي تسمحوا بده؟ والناس اللي بتساعدهم ان هم يسافروا، يا جماعة دول مش بني ادمين. يا جماعة دول لازم يتم القبض عليهم ولازم يتم محاسبتهم ولازم تتقفل الطريق اللي بالشكل دوت تماما بأي شكل كان. ده ما ينفعش. يا رب المشكلة دي تنتهي وما نشوفش مشكلة زي كده تاني. حاجة تزعل، حاجة توجع القلب. ربنا يرحمهم. تحياتي للجميع. لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.